بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان وكل وين كلها امين. كل سنه وانتم طيبين. في انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح 10 انجيل حلو قوي اسمه انجيل الراعي الصالح. وفي الانجيل ربنا ادانا كده معلومة مهمة قوي. قال لك السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وبعدها ربنا كملها بآية حلوة قوي وقال كده: أتيت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. بس الحقيقة أنا وحضراتكم مش هنحس بقيمة الحياة اللي ربنا ادهاني ولا بقيمة الأفضل اللي ربنا سمحها لي إلا لو عرفت مين هو اللي جاي عشان يسرقني وهيسرق مني إيه، ويا ترى أنا واخد بالي وهو بيسرقني ولا هو بيضحك عليا وأنا بسمح له إنه يسرق مني اللي عايز يسرقه بكامل إرادتي. تعالوا نفكر كده، الحرامي اللي جاي يسرق هيسرق مني إيه؟ أنا حيلتي إيه؟ أنا ما حيلتيش حاجة. بس الحقيقة الحرامي اللي جاي يسرقني هو عارف أنا عندي إيه وعايز ياخده مني. بس يا ترى أنا عارف قيمة اللي موجودة عندي ولا لا؟ فلو فكرنا كده، أي حرامي جاي يسرقني هيسرق مني إيه؟ هيسرق مني إيه؟ ها؟ إيه؟ فلوس. حلو قوي. ها؟ وهيسرق مني إيه تاني؟ الأبدية. ها؟ في ناس قالت الفلوس وناس قالت الأبدية، مش عارف بقى أمشي تبع مين. ها؟ الأبدية. ها إيه تاني؟ الأبدية. أيوه إيه تاني؟ في حاجات كتيرة قوي. ها؟ إيه؟ الوقت. حلو قوي. إيه تاني؟ لا ده عنده حاجات كتيرة ممكن يسرقها. أي حاجة هتنفعه هياخدها مني. حلوة وأنا أسيبها له. ها؟ الإيمان يسرق مني الإيماني، خلاصي يسرق مني نفسي وروحي. طيب تعالوا نشوف الحاجات اللي انتوا قلتوها كده ممكن يسرق مني ايه. أول حاجة ممكن يسرق مني فرحتي، إن أنا فرحان فيجي ينكد عليا. أنا فرحان بالنهضة وفرحان بالزفة وفرحان بكل كلمة روحية أنا بسمعها وعمال أزغرط وبسمع تراتيل حلوة وفرحان. يمكن في ناس مننا قديسين موجودين في وسطينا بيشوفوا ظهورات روحية حلوة جدا وفرحانين. يمكن في ناس مننا شافت العذراء، يجي يسرقها مني. يجي يسرقها مني فيخليني أخرج بره في الشارع أنا فرحان هنا وبزغرط. أول ما أخرج من باب الكنيسة يسرق مني ايه؟ الفرحة بتاعتي. لما كنت شاب وبروح الخلوة وانا قاعد في الدير ببقى مبسوط قوي ومش عايز ارجع للعالم تاني. فرحان بصلي وعايش حلو وبتكلم مع ربنا وبعمل كل حاجة حلوة. اول بخرج من باب الدير وانا رايح اركب عشان ارجع تاني أحس كده إن الشيطان واقف مستنيني على الباب. يعمل إيه؟ ينتشلني يسرق مني. شغلنا الشال فياخد مني إيه؟ ال3 أيام الحلوين اللي أنا اتمتعت بيهم مع ربنا ياخدهم مني. ممكن يعمل معايا كده ممكن يعمل معانا كده. بعد أسبوعين حلوين للعذراء أو أسبوع حلو للعذراء بنهضات روحية وكلمات روحية، أروح البيت يروح سارق مني الكلام الحلو والفرحة اللي أنا كنت فيها. يسرق مني سلامي.
بعد كل قداس ابونا بيقف ويقول كده: امضوا بايه؟ انا بخرج من الكنيسه ما عنديش سلام، انا بروح البيت بدب الخناقه مع مراتي او بدب الخناقه مع جوزي ومع العيال، سرق مني ايه؟ السلام بتاعه. يسرق مني روحي. ساعات الروح بتبقى المفروض تبقى مشتاقه لفين؟ للسماء، لكن الروح ساعات بتلاقي الجسد عايز الارض وعايز الراحه وعايز الاكل، مش عايز الصيام ولا عايز الصلاه ولا عايز القداس، فيخليني قاعد فين؟ قاعد في الارض، فيسرق مني روحي. يسرق مني حواسي. حواسي دي مش بتاعتي الحقيقه، الحواس بتاعتي دي مدشنه، الحواس دي بتاعت ربنا، ملك لربنا. يجي يسرقها مني وانا ماسك الموبايل يجيب لي مناظر مش حلوه، فدنس ايه؟ دنس عينيا، او يخلي عينيا تشتهي حاجه مش من حقي، من حق الاخر، فيبقى عندي شهوه عيون. بدل ما العين تشوف حاجات حلوه وتمجد ربنا عليها، لا بتشوف حاجات وحشه الحقيقه. ممكن افكاري يسرقها مني ويحط افكار مش حلوه ما نتمتعش بيها. المفروض الافكار دي توصلني للسماء، لا يجيب لي افكار وحشه جدا، افكار انتحار، افكار ضغط نفسي، افكار ان الحياه دي ربنا جايبنا عشان نتعذب فيها، ويخلي الشيطان يحط افكار انا اصدقها، فبالتالي احس ان ربنا ما عملش حاجه حلوه عشاني. يسرق مني قلبي ويخليني اكره اخويا، اكره بيتي، اكره مراتي، اكره عيالي. ايوه، يسرق مني بيتي، يسرق مني ولادي، يسرق مني حياتي اللي ربنا اداهاني، وبيقول كده: اتيت ليكون لكم حياه، لانك وانت بعيد عني ميت. ما هو الشيطان عايزني اكون ميت، مش عايزني اوصل للسماء، مش عايزني اروح السماء. يسرق مني توبتي واعترافي. لما اجي اروح لب اعترافي متشجع كده وعايز اروح لب اعترافي، فيفكرني بالخطيه بتاعتي ويقول لي: هتروح تقول لابونا على الخطيه اللي انت عملتها وتفضح نفسك؟ لا، خليك قاعد، انت هتقوم تقدم توبه وتسيب الخطيه. انت واقع في الخطيه وهتقع في الخطيه وهتفضل واقع في الخطيه، فبالتالي بيسرق مني توبتي واعترافي، فما يخلينيش اروح عند اب اعترافي، ما بيبقاليش اب اعتراف. التوبه اللي المفروض بعملها كل يوم بالليل واقوم اقول له: يا رب سامحني على كل خطيه وكل حاجه وحشه عملتها، يسرقها مني فيخليني ما بقدمش توبه بالليل ولا بقعد احاسب نفسي، فبالتالي بيسرق مني اكليلي وبيسرق مني السماء. يسرق مني الوقت الحلو اللي بقعده بيه مع ربنا. ايه ده، هو ممكن يعمل كده؟ الحقيقه، وانا الحقيقه في الوقت بالذات بقى بسلمه له بمزاجي. معايا جهاز اسمه الموبايل، بمسك الموبايل اقعد فيه او اقعد معاه من الوقت كتير جدا. طب يلا عشان نقوم نصلي، او يلا عشان نقوم نقرا الكتاب المقدس، او نروح اجتماع او اي حاجه، لا مش فاضي، هبقى اتفرج عليها في التلفزيون. ليه؟ اصل انا مش فاضي وقاعد مع الموبايل. طب الموبايل ده فيه حاجه مفيده؟ لا، الحقيقه ما فيهوش حاجه مفيده، ده فيه كل قلق وكل احباط وكل يأس وكل افغار تخليني بعيد عن ربنا، مش قريب من ربنا. ايه ده؟ كل دي سرقات ممكن يسرقها مني. الحياة ممكن يسرقها مني، وبيسرقها مني وبرغبتي وبمزاجي، انا بديها له، انا بديها له. يبقى ده جه عشان يسرق ويذبح. يذبح،
ايه ده يذبحني ازاي؟ ما هو انا لما طول الوقت مشغول وبعيد عن ربنا ومسروق مني وقتي وحياتي واعترافي وتوبتي، ذبحني، قتلني. ما هو ربنا يقول لنا كده: الخطية انفصال عن الله. الخطية دي صغيرة أو كبيرة، يعني ما يجيش واحد يقول لا ما أنا مش بقع في خطية زنا فبالتالي خطية الزنا دي أبشع خطية. لا، ده ربنا قال: من يقول لأخيه يا أحمق يكون مستوجب إيه؟ أحمق، ما قالش زنا. يعني اللي فكر أفكار في دماغه بعدته عن ربنا وفصلته عن ربنا وخلته إنسان مش قريب من ربنا، يبقى سرقني، ذبحني، فاضل إيه؟ الهلاك. عملت إيه؟ اسمي اللي موجود في السماء أنا بكامل إرادتي شطبت عليه، مسحته، فما عملتش لنفسي مكان في السماء. المكان اللي ربنا اداهوني انا قلت له يا رب انا مش عايزه بكامل ارادتي. طيب تعالوا نشوف ازاي احافظ على حياتي واحافظ على كل الحاجات اللي موجوده عندي عشان اوصل للسماء وما يسرقهاش مني الشيطان. مرة واحدة ست جت تحضر القداس وجاية فرحانة انها هتحضر القداس. الشيطان استلمها طول القداس: يا ترى طفيتي على البوتاجاز ولا لا؟ طبعا هي عمالة بتحارب انها تقول له ايه؟ لا طفيت، لا الشقة هتولع، لا طفيت الشقة بتتحرق، لا طفيت الشقة مش هتلاقيها موجودة، ده الناس بيطفوا فيها دلوقتي. لما استسلمت للفكرة عملت ايه؟ سابت القداس، راحت البيت، فتحت البيت، ما لقيتش اي حاجة خالص، قفلت الباب، رجعت الكنيسة، لقت القداس في التناول، خلص القداس. سرق مني؟ عرف يسرق مني أوي وعرف يشغلني أوي. مرة واحد من الخدام، كنت داخل الكنيسة وكان القداس موجود، لقيت واحد من الخدام حلوين أوي بيتكلم في الموبايل بره، فسلمت عليه وشوية ولقيته دخل واقف في القداس، فاستغربت أوي، قلت يمكن لسه كان داخل وجاله الموبايل بيتصل ويعني بيقفل الموبايل قبل ما يخش القداس. شويه ولقيته طلع ورد على التليفون ودخل تاني. فجي بعد القداس بقول له هسألك سؤال بس ما تتضايقش مني، استفدت بالقداس؟ فالحقيقه ما ردش عليا. قلت له انت ما ردتش عشان متضايقت ولا مش لاقي اجابه؟ قال لي في الحقيقه يا ابونا انا مش لاقي اجابه. عادي يعني، حضرت القداس واتناولت، بس انا حبيت اقول له لا، الحقيقه انت ما كنتش موجود في القداس، جسدك موجود لكن روحك مش موجوده. ليه؟ لان فكرك وودنك مشغولين، والحقيقه عرف الشيطان يسرق منك فكرك وودنك، فبالتالي خلاك موجود في القداس. خلاك موجود في القداس بس الحقيقة مش مستمتع بالقداس، فبالتالي هتخرج للعالم اللي المفروض يشوف صورة المسيح فيك، مش شايف صورة المسيح فيك. ليه؟ لأنك أنت مسلم نفسك للشيطان. سامحوني إن أنا بتكلم على الموبايل شوية، لأن الموبايل أكتر حاجة بتبعدني عن ربنا وبتفصلني عن ربنا، والحقيقة الشيطان مبسوط لأن حاطط لنا حاجة حاسين بأهميتها، لكن ده حاجة تسرقني
تسرق وقتي، تسرق عيني، تسرق كل حاجة موجودة جوايا. النهاردة كنت بتكلم مع مجموعة من الخدام عايزين ندي تدريب للولاد وهم بيحضروا القداس. فالحقيقة قلت تدريب، بس الحقيقة قولوا لي صدموني يعني في اللي هم قالوه. قلت لهم نخلي الأولاد ما يجوش الكنيسة ومعاهم الموبايل. قالوا لي يبقوا مش هيجوا الكنيسة. يعني ايه؟ يعني لما هنقول للأولاد ما تجيبوش الموبايل وانتوا جايين الكنيسة، فهم هيقولوا ايه؟ جت من عندكم، احنا مش جايين. للدرجة دي؟ لأن الموبايل بقى متسلط عليا، بقى حرامي وأنا مسلم له نفسي. حرامي وأنا مسلم له نفسي. أنا بقولها لكم أنا عن نفسي، حتى أنا يعني أنا هعترف اعتراف قدام أبائي. أنا بروح البيت الساعة 10 بالليل، الحمد لله أنا مراتي والعيال بيناموا من الساعة 8، فأقدر أقعد براحتي في البيت شوية أعمل اللي عايز أعمله. أنا أخش الساعة 10 أقول إيه؟ أخد نص ساعة أرد على الواتساب بس. أنا بقى كاهن فاكر نفسي بقى أنا راجل مهم قوي، وأكيد في رسائل بتجيلي على الواتساب لازم أرد عليها عشان الناس ما تتضايقش وتحس إن أنا يعني بتعالى عليهم، ما بردش على الموبايل. صدقوني بأمانة ومش بكذب، بقعد من 10 ل 12 قاعد برد على الواتساب. عملت ايه بعد كده؟ دخلت نمت. استفدت ايه؟ استفدتش حاجه. طب هي الرسائل دي ممكن تتاجل للصبح؟ الحقيقه مش هيجرى حاجه، بس الحقيقه انا كل ما ابعت رساله واقول الشخص اكيد نام او مش باصص في الموبايل، فانا هقدر اقفل بسرعه الاقي رد عليا. يعني كلنا عاملين ايه؟ ماسكين الموبايل وبنرد على بعضين، فكلنا قاعدين ماسكين الموبايل. حرامي؟ حرام، حرامي وبيسرقني وانا عارف انه حرامي وبيسرقني وموافق عليه. انا سويتها قوي صح؟ نفرحها شويه. خلونا نشوف ازاي ما تضيعش مني السماء واسمي اللي موجود يفضل موجود. 3 حاجات مهمين قوي. اعرف قيمتك، اعرف نفسك، السماء حلوة وتستاهل. اعرف قيمتك، اعرف نفسك، السماء حلوة وتستاهل. اعرف قيمتك. نقطتين مهمين قوي. ايه اول نقطة؟ انت مدفوع فيك ثمن غالي. ما ينفعش تيجي تقول للي دفع فيك الدين مالكش دعوة بيا، اعمل اللي انا عايزه. هو مديك منتهى الحرية، بس انت للأسف اخدت الحرية وبتضيعها، اخدت الحرية وبتدمرها. انتوا عارفين ربنا عمل معنا ايه؟ لما طلع على الصليب ودفع ثمن عبوديتنا للشيطان، كان دمه عشان نرجع له تاني. أخذ صك العبودية بتاعنا، بتاع كل واحد فينا، وجاء اداهولنا كده، اتفضل ادي الصك بتاعك، انا رجعتك ليا تاني، بس خلي بالك حافظ على الصك بتاعك، هو معاك. في ناس شاطرة وحلوة جدا 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 أخذت الصك ده واديته له، قالت له لا 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 ما تسيبوش معايا، لو سبته معايا أنا هضيعه وهضيع نفسي. وفي ناس قالت له هاته، أنا هعرف أتحكم في نفسي. أنت مدفوع فيك ثمن غالي، من أول راسك لغاية رجلك، مش ملكك، ده ملك ربنا. احنا اتدشنا بالميرون من أفكارك لغاية رجلك. انت مدشن زي المذبح المدشن والأيقونات المدشنة، انت مدشن ومخصص لربنا ومقدس لربنا. ما ينفعش تاخد أعضائك
وتجعلها أعضاء زانية بأي فكر من الأفكار. بأي فكر من الأفكار ما ينفعش. يبقى أول نقطة، اعرف قيمتك عند ربنا غالية قوي، وهو رجعك لصورتك الأصلية الحقيقية لما نزلت في جرن المعمودية. لما نزلت في جرن المعمودية واتدفنت معاه 3 مرات وقمت، بقى طبيعة جديدة. الحقيقة ربنا اداني نعمة حلوة قوي. كان في يوم معموديات كده زحمة قوي، ففي يوم واحد عمدت كده بتاع 3 ولا 4، وانا بعمد وبغطس وبطلع، قعدت كده، ايه ده؟ دي ولادة تانية. انا بولد لربنا ولادة تانية. انا بجيب لربنا ولاد روحانيين، بس يا ترى بيفضلوا على نفس حالهم ولا بيتغيروا؟ ما هو العالم بيستلمنا وبنتغير. يا ترى أنا كأب وأم عارف قيمة ولادي اللي موجودين عندي، ولا مش عارف قيمتهم، سايبهم يعملوا اللي هم أنا عايزينه؟ الأب الكاهن بيسأل كل أب وكل أم فينا: أمنتم عن هذا الطفل؟ بقول له أمنا، بس الحقيقة الأمانة بتضيع مني، لأني أنا مش عارف أكون أمين على نفسي ولا أمين على حاجات اللي ربنا ادهاني إني أكون أمين عليها. يبقى أعرف قيمتك، أنت مدفوع فيك ثمن غالي قوي، دم المسيح على الصليب. وبمنتهى البساطة ربنا قال لك سهل قوي إنك أنت ترجع. أنا عملت لك سر مهم قوي، كلمتين: توبة واعتراف. ارجع واندم وقر باعترافك، بس خلاص ابونا هيحط الصليب على راسك، انت رجعت لي مرة تانية. ايه ده؟ بمنتهى البساطة. بس الحقيقة الشيطان هيسرقها منك، خلي بالك. هيسرق توبتك وهيسرق اعترافك، فيخليك ملكش اب اعتراف، ملكش حد يديك حل، فبالتالي انت ضيعت نفسك. يبقى انت مدفوع فيك ثمن غالي. انت مش ملك نفسك، انت ملك ربنا، ومع ذلك ربنا مديك حريتك. اعمل اللي انت عاوزه، بس خلي بالك بعد اذنك، لان الشيطان قاعد متربص ليك، عايز يسرق منك كل حاجة حلوة هتوصلك للسماء. تاني حاجة، اعرف نفسك، انت عاوز ايه؟ هقول لكم على حاجة حلوة قوي قالها لي واحد من أولادي. قال لي: أنا تخيلت كده لما ربنا بعتنا إحنا للعالم. إحنا للعالم؟ طبعا. كل واحد مننا نزل جرن المعمودية وبقى إنسان مسيحي، أنت ليك رسالة لازم توصلها. فقال لي كده: تخيلت بابا وماما لما بينزلوني الشارع أجيب طلبات كتيرة، بعد شوية بعمل إيه؟ لازم أرجع فين؟ أرجع فين؟ لازم أرجع بيتي، صح؟ أهو كذلك ربنا عمل معانا كده. عمل إيه؟ خلقنا نبقى موجودين في العالم عشان نكون نور للعالم وملح للإيه؟ للأرض. اعرف قيمة نفسك، اعرف أنت عاوز إيه وإيه رسالتك، عشان لما هتعرف رسالتك هتحافظ على كل حاجة موجودة عندك. وربنا أدانا في الكتاب المقدس أمثلة كتيرة، قال لك خلي بالك لأنك هتتسرق، والملكوت ممكن يتسرق منك، خلي بالك. الحرامي لو احنا عارفين ان هو جاي ويسرقني، هسيبه يسرقني؟ هبقى سهران وعينيا مفتوحة قد كده ومعايا أسلحة كتيرة، عشان مش ممكن هخليه ان هو يسرقني. طب أنا بستخدم الأسلحة دي ولا لا؟ الحقيقة ربنا مديني نفس الكلام وقال لي خلي بالك، الحرامي هيجي في نص الليل
يا ترى انت جاهز ومستعد ولا لا؟ خلي بالك لانه هيجي يسرقك، بس انت معاك اسلحه تقدر تقاومه، تقدر تحاربه. خليك مستعد وكن مستعد. يبقى انت اعرف نفسك، انت عاوز ايه؟ انت عاوز السماء ولا عاوز الارض؟ لو عاوز السماء يبقى روحك لازم تبقى نشيطة وتاخد الجسد بتاعك وتطلع بيها للسماء. عاوز الارض، الروح هتبقى ضعيفة والجسد هو اللي هيبقى قوي، هياخد الايه؟ الروح ويفضل في الارض. سهلة قوي، انت اللي هتختار انت عاوز ايه. عايز تعرف ازاي توصل؟ عندك الامكانيات وعندك الاسلحة، مهمة قوي. صلاة، توبة واعتراف، تناول. طبعا الصلاة مش هتبقى لوحدها، لازم هيبقى فيها ايه؟ كتاب مقدس وبسمع كلمة ربنا، ما مش ممكن هكلمه ومش هيرد علي. التوبة والاعتراف، مش ممكن هعترف واقر بخطيتي من غير ما اكون ندمت عليها او قعدت حاسبت نفسي على الخطية. يبقى الصلاة وكتاب مقدس، توبة واعتراف، برجع لربنا، فبالتالي لازم يتجدد العهد اللي موجود جوايا من خلال جسد ودم ربنا يسوع المسيح. يبقى سهل ان انا اوصل تاني وارجع السماء، سهل جدا جدا جدا، بس عايز اركز في العلاقة واركز انا عاوز ايه. عايز السماء ولا عايز الارض؟ عايز السماء تبقى عايز الروحيات، تبقى عايز باصص للسماء دايما وعينك على السماء، ما تخليش حد يسرق منك حاجة. عايز الأرض، جسدك أكله وشربه وقعده في الخطية وخليك قاعد في الأرض. ده موجود وده موجود. لو عرفت انت عاوز ايه وعاوز توصل لإيه، عندك الأسلحة اللي ربنا مديها لك عشان تعرف تحمي بيها نفسك. عمر ما ربنا هيجي يسأل واحد مننا يقول لك انت بتقع في الخطية ليه؟ هو عارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر، لكن هيجي يسألك سؤال واحد بس: ليه ما قمتش؟ ليه ما رجعتش؟ انت معاك ليه سبت نفسك تبقى بالمنظر ده؟ طب السماء عشان اوصل لها هي حلوه قوي، الحقيقه حلوه قوي، جميله. في رؤيا يوحنا يحكي لنا عن جمال السماء في اخر 3 اصحاحات. اخر 3 اصحاحات يحكي لنا عن المدينه المقدسه الجميله، عشان ما تسيبش حاجه تتسرق منك، ويخليك دايما السماء حاططها قدام عينيك. على فكره ربنا ادانا السماء على الارض، هي الكنيسه اللي احنا بنبقى موجودين فيها فرحانين فيها. فبالتالي ربنا مديني صورة للسماء على الأرض عشان أفضل ماسك في السماء اللي موجودة فوق. فبالتالي أفضل أقول له يا رب أنا محتاج للسماء، وأمسك في ربنا من خلال الجهاد الروحي. بجاهد ضد الخطية، بجاهد ضد ألاعيب الشيطان، بجاهد ضد كل حاجة الشيطان بيحاول يسرقها مني، أقول له لا ما تسرقهاش. قديسين كتير، أحكي لكم عن القديسة بائسة. القديسة بائسة دي باباها ومامتها كانوا بيعملوا أعمال خير وأعمال محبة كتيرة قوي قوي قوي، وهي استلمت منهم نفس الحب ده وابتدت تعمله، بس اتلم عليها ناس مش حلوين بعدوها عن ربنا. الرهبان اللي في الدير عرفوا، ابتدوا يصلوا لها ويضربوا لها مطانيات، وبعتوا واحد من القديسين ليها، القديس يحنس القصير. أول ما شافته بكت وندمت ورجعت، قال لها مش هسيبك في المكان ده تاني، تعالي معايا. أخدها، وقبل ما يوصلوا للدير الدنيا ليلت، قال لها اقعدي انت هناك وانا هبقى قريب منك بس هكون بعيد عنك، هقعد اصلي. نامت وروحها طلعت السماء، شاف روحها طالعه، راح بص عليها لقاها اتنيحت. صلى وطلب من ربنا، قال له يا رب انت قبلت توبتها؟ قال له ايه ده؟
بس أنا رحت جبتها من وكر الخطية، بس كانت ندمانة واعترفت بخطيتها. ونفس القصة حصلت مع السيد المسيح مع المرأة الخاطية في بيت الفريسي، وده بنقراه في نص الليل في الخدمة التانية. واحدة دخلت وهو قاعد وسط الناس ما اتكسفتش، لأن عارفة أن خطيتها مكشوفة قدامه وهي معروفة عند الناس. عملت إيه؟ بكت ومسحت بدموعها رجليه بشعر راسها، وسكبت الطيب، رائحة الطيب الحلوة اللي فاحت في المكان بسبب توبتها، وبسبب ان ربنا قال لها ايه؟ اذهبي بسلام، مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، ايمانك ايه؟ خلص. وده اللي بيحصل معانا في سر التوبة والاعتراف. انا بتسرق، بس الحقيقة ربنا قال لي ممكن ترجع اللي اتسرق منك بمنتهى البساطة. ارجع لب اعترافك، يحط الصليب على راسك ويقول لك مغفورة لك خطاياك. نفس الكلمة اللي اتقالت، اذهب بسلام. محتاج تحضر قداس يتجدد فيك نعمة الروح القدس اللي موجودة جواك، وترجع تاني للحياة مرة تانية. فبالتالي أنا عندي الأسلحة الحلوة اللي ربنا ادهاني عشان أقدر أجاهد وأنا على الأرض، عشان أقدر أوصل للسماء. تاني حاجة، استمتع بالوقت اللي ربنا اداهولك على الأرض. يا بخت الناس اللي بيستمتعوا. انتوا شفتوا ولادكم دلوقتي الكورال الحلو اللي كان بيسبح دلوقتي، دول جايين منين؟ من عندكم، من بيوتكم. بس الحقيقة لو احنا معرفناش نهتم بيهم هيتسرقوا مننا، وهنبقى احنا مسؤولين مش أمنا عليهم، هيجي ربنا يسألنا عليهم. بس اللي هيعرف يحافظ عليهم يبقى بيحافظ على نفسه وبيحافظ على بيته ومحوط بيته بحاجات حلوة كتيرة قوي. ربنا أدانا الحياة وأدانا التمييز. انتوا ولادي مميزين، عندك رسالة لازم توصلها. انت النور للعالم، ملح للأرض. المفروض العالم بره يتغير بسببك انت. لو ما تغيرش العالم يبقى في مشكلة عندي، أنا مش عارف أوصل الناس لربنا. عشان كده عايزين نحفظ الآية دي مع بعض بقى. سيبوكم من السرقة، وسيبوكم من الذبح، سيبوكم من الهلاك. احنا أولاد ربنا، وربنا يقول لنا كده: أتيت ليكون لهم ايه؟ حياة. حياة يعني ايه؟ تفرح، فرحان بيها. ومش حياة وبس، وأفضل من ايه؟ من حياة. الأفضل ده هتاخده على الأرض وفين؟ وفي السماء. أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يبقى النهاردة عرفنا إن أنا بيتسرق مني حاجات كتيرة قوي، وأنا عارفها الحاجات اللي بتتسرق. عايز أقول له: يا رب سامحني على الحاجات اللي بتتسرق، مش هسيب حاجة تتسرق مني، لأن اللي عايز يسرقني ده عايز يسرقني ويذبحني ويهلكني. مش ممكن يكون أبويا مهتم بيا وجه علشاني وأداني الحياة وبيديني أفضل من حياة وأنا أسيب نفسي في إيد الشيطان. لأ، أنا هستمتع بسير القديسين، هستمتع بسيرة الست العذراء وحبها لربنا، طاعتها لربنا، تواضعها، وكل الكلام الحلو اللي احنا عارفينه نتعلم منها ونتعلم من القديسين عشان نحافظ على أولادنا ونحافظ على نفسنا لغاية ما نوصل السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. كل سنة وأنتم طيبين.